خليني أقولك الحقيقة بكل هدوء. أغلب الناس ما فشلتش مرة واحدة. أغلب الناس فشلت على مهلهم، فشلت في حتة صغيرة وبعدها حتة أصغر وبعدها سكتت، مش عشان الطريق وقف لكن علشان الكلام جواها قل. فالفشل اللي محدش بيتكلم عنه مش اللي بيخليك تقع خالص. الفشل الحقيقي هو اللي يخليك تقوم وتكمل كأن مفيش أي حاجة حصلت، بس من غير نفس شوية، وتروح شغلك وتضحك وتقول عادي وانت من جواك حاسس ان في حاجة اتكسرت جواك ومحدش خد باله. واوقات اكتر انواع الفشل وجع هي اللي بتبانش جواك خالص. واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقة. واللي محدش قالهولك ان الفشل مش لحظة خالص، هي فترة تراكم. بيبدأ بإحباط صغير وما تتكلمش عنه، وبعدين شك، وبعدين مقارنة، وبعدين صوت جواك يقول خلص اليوم وخلاص. مش عشان انت ضعيف لكن علشانك انت حاولت وما لقيتش نتيجة بسرعة. ووقت الصمت بعد المحاولة أعلى صوت من أي خسارة. والبلوت تويست هنا إن الناس اللي وصلت ما عدتش من غير فشل، هي عدت من فشل وموقفهاش، مش لأنهم أقوى ولا أذكى لكن لأنهم مفسروش الفشل ده إنه نهاية، فسروه إنه جزء مش مفهوم من الطريق. وأوقات إنك ما تفهمش اللي حصل لك أحسن من إنك تفسره غلط. غريب إن بعد كل فشل بيجي دايما كده إحساس جواك بتسأله لنفسك: أنا لسه نافع ولا لأ؟ مش سؤال منطقي ولا محتاج إجابة، بس بيوجع. والأغرب إن في ناس بتكمل الطريق كله وهي شايلة السؤال ده جواها من غير ما تسأله بصوت عالي. وأوقات إنك تكمل وإنت مش مطمن أشجع من إنك تستنى تطمن. على فكرة، في ناس ما رجعتش بعد الفشل مش عشان الطريق صعب لكن علشان ما لقيتش حد يقول لها إن اللي حصل ده طبيعي، مش عيب ولا علامة فشل أكبر ولا حكم نهائي، مجرد وقفة وما خدتش حقها في الفهم. وأوقات الفهم المتأخر بيغير كل اللي فات. واللي محدش قالهولك عن الفشل إنه مش عكس النجاح خالص، هي مرحلة مش مفهومة. ولكن لو حسيت إنك وقفت أو بطلت تحاول أو ساكت من جواك، يمكن ده مش لأنك فشلت لكن لأنك ملقتش تفسير أرحم من جلد الذات. واللي عايز أعرفهولك إن الحلقة الجاية بجد هنحكي عن الصحاب، مش الصحاب اللي بيضحكوا معاك لكن الطريق اللي مكملش بيهم. اللي محدش قالهولك عن الصحاب الحلقة الجاية. يلا سلام.